يا أهلين، تعالوا أحكي لكم قصة غريبة شوية لكاتب اسمه هانز أندرسون. كان في بنوتة بتلعب في الشارع طول النهار، ولو قربنا من منظرها شوية هنلاقي إن باين عليها إنها فقيرة جدا، يعني من منظر هدومها، وكمان ماشية حافية طول الوقت، واسمها كارين. لكن في الشتاء كان عندها قبقاب أو حاجة شبه كده بتحافظ على رجليها من البرد، واستمر الوضع ده لفترة لحد ما سيدة عجوز أشفقت عليها وعملت لها حذاء حلو لونه أحمر من القماش، وأعطيته لكارين اللي كانت مش مصدقة عينيها وطايرة بيه من الفرحة. لكن الفرحة دي ما استمرتش كتير، وده لأن مامة كارين ماتت، وأصبحت كارين وحيدة فعليا بلا أي سند وأي حد معها. ومن رحمة ربنا إن في اللحظة دي وقفت سيدة يبدو عليها إنها غنية جدا، ولما شافت كارين بتعيط عند قبر أمها وقفت العربية اللي بتجرها الخيول ونزلت تسأل مين الطفلة وفين أهلها. أهل القرية قالوا لها إن ملهاش حد خالص، وبوفاة والدتها أصبحت يتيمة فعليا. السيدة العجوز قررت إنها تتبنى كارين، خصوصا إن ما عندهاش أولاد. وفي اللحظة دي حياة كارين اتغيرت جدا بعد الضيق والكرب، إلى إنها بتاكل أحسن أكل وبتلبس أحسن لبس ودخلت أفضل مدارس. وفي مرة من المرات النادرة كانت الأميرة بتعدي الشارع في موكب ليها، واللي بالصدفة شافته كارين ولمحت الحذاء اللي لابساه الأميرة، وكان حذاء أحمر جميل، فافتكرت فورا الحذاء الرديء اللي كان عندها وكانت طايرة بيه من الفرحة. المهم قالت إنها عايزة واحد الشكل ده بالظبط، وأمها التانية قررت تجيب لها واحد عشان كمان تروح بيه الكنيسة. لكن كارين وهي بتختار اختارت واحد لونه أحمر غامق، والسيدة العجوز عشان مش واخدة بالها قوي بسبب نظرها افتكرت إن كارين اختارت حذاء لونه أسود عشان الصلاة في الكنيسة. ولما جه وقت الذهاب للكنيسة والصلاة أخدت كارين معاها اللي كانت فرحانة باللون الأحمر. الناس في الكنيسة اتضايقت إن إزاي حد يجي الكنيسة لابس أحمر، المفروض أسود، فين الاحترام والأدب؟ السيدة العجوزة اللي بدورها اعتذرت عن الموقف ده ومسكت كارين وهزقتها، وإن المرة الجاية تيجي باللون الأسود. طبعا كارين زي ما انتوا عارفين مش هتعمل كده، وهتلبس الحذاء الأحمر برضو مرة تانية، وبالتالي اتهزقت تاني. لكن المرة دي وهي ضربة موز شافت راجل عجوز قاعد بيبصلها وبيدقق فيها، والغريب إن دقنه لونها أحمر قاتم. الهيئة غريبة فعلا، لغاية أما اتكلم وقال لكارين حذاء جميل، جبتيه منين يا صغيرة؟ ده مناسب جدا للرأس. وبدأ يضحك ضحك خبيث. اللي حصل كان غريب جدا، مجرد أما الراجل اللي دقنه لونها أحمر وكبيرة قوي ده ضحك، كارين لفت حوالين الكنيسة وهي بترقص، وطبعا ده خلى سواق العربية يتخض من اللي بتعمله، وجرى ورا كارين وهي مش حاسة بنفسها وشالها ودخلها العربية، وحكى للسيدة الحكاية كلها. فهزقت كارين وقررت بعصبية تخبي الحذاء في الخزينة عندها في أوضتها وتقفل عليه بالقفل والمفتاح. بعد أيام السيدة العجوزة بدأت تحس بالمرض ويزداد عليها التعب يوم ورا يوم، وبدل ما كارين تاخد بالها منها وترعاها سمعت إن في حفلة معمولة في القصر الملكي، وطبعا راحت وسابت أمها المريضة وأخذت المفتاح ولبست الحذاء الأحمر وقعدت ترقص في الحفلة طول الليل. لكن صدقني مش دي المشكلة خالص، لأن المشكلة في اللي جاي. كارين كان بترقص هنا لا إرادي، حتى لما حبت توقف الرقص وهبطت ما عرفتش، ولا الحذاء كان راضي يطلع من رجليها خالص، شكل ما يكون فيه روح لوحده. وكمان شدها بره القصر وهي بترقص وتعبت من كتر الحركة، وفضلت ترقص 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 لحد ما الحذاء مشى بيها لغاية الغابة. وهناك شافت مين؟ أيوة، الراجل اللي دقنه لونها أحمر بنفس بسطته ونفس قعدته وكمان نفس جملته: الحذاء جميل ينفع للرأس فقط. وضحكت الضحكة الخبيثة. الحذاء أخدها بعيد جوه الغابة عند المقابر،
وهي بترقص، فظهر لها روح غاضبة على انتهاك كارين لحرمة المقابر، ولعنتها لعنة مخيفة. يا ترى إيه هي اللعنة؟ الروح وقفت قدامها وصرخت فيها بكل قسوة وغضب، وشاورت عليها بالسيف وقالت لها: هترقصي وترقصي لحد ما جسدك يبقى هزيل، هترقصي في الشوارع لحد ما يبقى عبارة عن شوية عظم. كارين خافت جدا وطلبت الرحمة من الروح دي، لكن هي للأسف كانت ألقت عليها اللعنة اللي هتبقى ملازمة كارين، واختفت الروح في ضباب المقابر. وبالفعل فضلت كارين ترقص في الشوارع رقص شبه الباليه لحد ما التعب تملك منها بزيادة، وقعدت تعيط وتصرخ وتطلب المساعدة من كل الناس، لكن محدش قدر يساعد كارين المسكينة. وفضلت تنادي في الشوارع وتخبط على البيوت: ساعدوني، لكن الكل ما كانش عارف يطلع الحذاء من رجليها ولا عارفين يوقفوا رجليها عن الرقص والحركة، وده كان مسبب أذى كبير ليها وألم لا يطاق. وصلت الرقص والرقص والرقص لحد ما وصلت بيتها، وحست إنها يغمى عليها من التعب، لكن كان في هناك مصيبة كبيرة منتظراها. أمها التانية ماتت من شدة المرض. هربت كارين وهي بترقص وبتبكي وبتصرخ، مش عارفة تعمل ايه. ازاي سابت الست اللي ربتها تموت من المرض؟ ازاي سابت اللي عملت منها إنسانة لها أصدقاء وعلمتها وكبرتها؟ ازاي تخلت عنها ونست كل جمايلها والمعروف اللي عملته معاها؟ كارين بدأت تقنع عقلها إن ده حلم هتفوق منه، وإن ده مش الواقع، وإن هي هتفتح عينيها على كومة القش اللي كانت بتنام عليها هي وأمها لما كانوا ناس فقيرة وعايشين في كوخ خشبي بسيط. فضلت تغمض عينيها وتفتح عينيها وهي بترقص برضه، لكن للأسف الرقص ده كان مصاحب بصراخ شديد. هربت كارين رغم عنها، ورجليها اتعورت في الأرض والصخور والأشواك، وعبرت مستنقع غريب داخل الغابة لحد ما لقت نفسها قدام كوخ قديم. يا ترى الكوخ ده بتاع مين؟ فضلت تخبط عليه وتدق على الباب: أرجوك ساعدني، أرجوك ساعدني. فتح الباب حداد غليظ الوجه والملامح. لما شافها بتتألم وبتطلب منه يقطع رجليها، الحداد حس ان الفأس بتاعه ده هيكون ليه فايدة أخيرا، بالرغم ان مر عليه زمن وما استعملوش، والنهاردة هيجربه تاني، بس مش هيقطع حديد، هو هيقطع رجلين كارين المسكينة. وقبل ما يقطع رجليها اعترفت بكل ذنوبها والخطأ اللي عملته في حياتها، واللي بدوره أشفق عليها وقطع رجليها عشان يخلصها من العذاب. لكن الحذاء رقص مع الأقدام الصغيرة وعبر الحقل إلى الغابة العميقة. الحداد عمل لها رجلين خشبية تسند بيها وهي بتعبر الغابة، لكن وهي بتعبر قال لها: ما تلتفتيش أبدا ولا تبصي وراكي. عدت أيام ورا أيام ورا أيام، وحالة كارين بتسوء وبتتدهور، وكل ما تدعي ربنا بتلاقي رجليها المقطوعة بترقص. فضلت تبكي وعايز تطلب المغفرة، لكن مش عارفة، لحد ما نفس الروح ظهرت تاني ليها، وكانت حالتها سيئة جدا، والمرة دي حست كارين إنها تموت. وقتها بدأت تسمع أصوات جميلة، ومع ظهور أشعة الشمس ماتت كارين بعد ما غطت أشعة الشمس وجهها بالكامل.